في 2 نوفمبر 1917 صدر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. بعدما حاول اليهود بشتى الطرق أن يشتروا جزءا من أرض فلسطين أو أن يحصلوا على بعض الامتيازات في أرض فلسطين، في عهد السلطان البطل عبد الحميد حاول اليهود بشتى الطرق أن يحصلوا على بعض الامتيازات. خلي بالك من الكلام، أنا أخاطب شبابنا وأجيالنا. حاولوا أن يحصلوا على بعض الامتيازات في أرض فلسطين. أرسلوا الماسونية اليهودية الثري قراصور إلى السلطان عبد الحميد في أول الأمر، وقال له: إني مندوب إلى جلالتكم، أعرض على جلالتكم أن تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة و100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة، على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في فلسطين. فاستشاط السلطان غضبا وصرخ في الحضور وقال: أو ما كنتم تعرفون ما يريد هذا الخنزير؟ اخرج عني. وطرده من مجلسه بهذه العزة والكرامة. لكنهم لم يتوقفوا، أرسلوا له مؤسس الصهيونية الأول تيودر هرتزل مع الحاخام اليهودي موسي ليفي، وذهبوا إلى السلطان عبد الحميد مرة أخرى وقالوا له: نعرض عليك شراء فلسطين بأي ثمن، الثمن اللي انت طلبه أؤمر، الرقم اللي انت عاوزه افرض. فقال السلطان البطل: انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فهذه الأرض ليست ملكي، إنما هي ملك شعبي، رواها بدمه، وهذه الأرض لا يحصل عليها لا تباع إلا بنفس الثمن. وإن مزقت إمبراطوريتي يوما يستطيع اليهود أن يحصلوا على فلسطين بلا أي ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع أي نشرة الطبيب في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الإمبراطورية الإسلامية. ثم قال السلطان البطل: أنا لا أوافق أبدا على تمزيق أجسادنا ونحن على قيد الحياة. هذا هو السلطان عبد الحميد الذي شوه تاريخه لنا ولأولادنا. واتهمت الدولة العثمانية دولة الخلافة بأنها الدولة المريضة، والرجل الخليفة الإسلامي هو الرجل المريض، إلى غير ذلك من الكلمات. وأنا لا أنكر أن الدولة قد أصيبت في أواخرها بالضعف والهوان، لا أنكر ذلك. الشاهد أيها الأفاضل أن جمعية الاتحاد والترقي، تلك الجمعية اليهودية الماسونية، حاولت تشويه صورة السلطان عبد الحميد بكل السبل، وبالفعل نجحت في خلعه، ووقعت معاهدة الذل والعار، معاهدة لوزان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسقطت الخلافة الإسلامية لأول مرة في التاريخ الحديث، وإنا الله وإنا إليه راجعون. وبعدها استطاعوا أن ينشئوا هذا الوطن لدولة اليهود على أرض فلسطين، على الثرى الطاهر المبارك. وفي عام 48 احتل اليهود ما يقرب من 78% من أرض فلسطين، ولا زال الصراع قائما إلى الآن. فزعماؤهم يعلنون من هذا التاريخ أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وأول رئيس وزراء لدولة اليهود بن غوريون أعلن في الأمم المتحدة بعد اعتراف فرنسا وبريطانيا وأمريكا وسائر الدول الأوروبية بدولة اليهود على أرض فلسطين، أعلن وقال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني،
ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، لأنها أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. هذا تاريخ لا بد أن يحفر في القلوب والعقول. هذا تاريخ طويل لا يجب أبد، لا يجوز أن ينسى، ويجب على أهل العلم أن يجددوا هذا التاريخ دوما لتظل عقيدة الولاء والبراء راسخة في القلوب وفي العقول. لقد أفقت وبي للثأر دمدمة على صداها أفاق العزم والبأس.